يا مساء الفل، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل البار بروتين. بار بروتين يعني حاجه حلوه لكل الناس اللي دايما مشاورها بره او شغلها او عايزه تدعم النظام الغذائي بتاعها بحاجه تسندها طول الوقت وتكون خفيفه وتكون سهله جدا تحضير وبشكل رخيص. البار بروتين سعره يتراوح ما بين 25 للقطعه الواحده ل 35 و40 و45 جنيه. احنا هنعمله النهارده بتكاليف قليله جدا وبكميه انت تقدر تستعملها على مدار يومك زي ما انت عايز. كويس كده؟ هنقول مقادير معانا. هيكون معانا 150 ملي لبن خالي الدسم، معلقه كاكاو صغيره، كيس سكر دايت سويتال، كويس كده، 100 جرام زبده فول سوداني، 100 جرام او 150 شوفان، الشوفان الجامبو مش الشوفان اللي هو المطحون، كويس كده. والبروتين هنا هيكون بروتين خام عشان يكون رخيص، الكيلو فيه تقريبا ب 250 او ب 300، فهيبقى فارق جدا معاك. كويس كده. هناخد منه 2 سكوب يعني حوالي 60 جرام 60 جرام بروتين خام. كويس كده. اول حاجه هنعملها هنجيب اللبن وهنحطه، مش مهم بقى يكون ساقع او دافي، بس انا افضل يكون ساقع عشان انت بتخلط يكون ماسك في بعضه كويس. تمام. هنجيب بعد كده البروتين بتاعنا. البروتين الخام انا بفضله تقدر تعمله بالبروتين العادي اللي عندك، بس البروتين الخام انا بقول ان هو رخيص وهيفرق جدا معانا. تمام. تفضل تقلبهم لغايه ما كله يدوب في بعضه، تتاكد بقى من حته الذوبان دي عشان ما تلاقيش الدنيا مكلكعه معاك في الاخر. كويس. واحد بقى يقول لي يا كوتش طب ما احنا ممكن نعمله في خلاط. هقول لك يا كبير الخلاط موجود جوه والله، وانت لو كنت عايز اعمله في الخلاط كنت جبته، بس الخلاط هيطحن الدنيا في بعضها، هيخليها سايبه قوي، وانت في الاول وفي الاخر عايزه تبقى قطعه جامده في الاخر. فتابع الخطوات كده بشكل بس ايه بسيط للاخر، واصبر عشان تشوف الموضوع الاخر ايه واصل معاك لفين. تمام. بعد كده هتجيب زبده الفول. تمام. والزبده هتكون خشنه مش ناعمه. تمام. 100 جرام نفس الكلام. اهم حاجه بس اتاكد من تقليبك، لان لازم تكون الدنيا كلها دايما سايبه في بعضها، مفيش حاجه ماسكه، مفيش كلكيعه سايبه هنا او هنا، علشان خاطر في الاخر تلاقي القطعه يعني كلها فيها كل المكونات اللي انت دخلتها في الوصفه يعني. تمام كده اهو زي ما انت شايف. حتى ايه لازم تقلب برضو بمعلقه خشب افضل وصحي ليك. تمام. طبعا ريحته كويسه جدا. بعد كده هنجيب الكاكاو. الكاكاو هيديه بقى اللون اللي انت محتاجه. طبعا الكاكاو ده خام، مش كاكاو اللي هو عليه سكر او حاجه، لا يعني بودره خام، فده هتجيبه من عند العطار. احنا مشكلتنا دايما في الانظمه بتاعتنا ان احنا ما بنعرفش نوفر لنفسنا احتياجنا من البروتين والحاجات دي على مدار اليوم من حاجات نقدر ننفذها في البيت او حاجات رخيصه. فدايما معظم اللي بيبقى عايز يوصل لهدف في فورمه كويسه بيبعد عن الموضوع علشان التكاليف. فحاجه زي كده ممكن مكوناتها ما تكلفكش 40 50 جنيه، كويس كده، بس في الاخر هتلاقي مصدر كويس جدا للبروتين اللي انت محتاجه، وسناكس كويس جدا على مدار يومك تقدر تعتمد عليه بشكل كويس في نظامك الغذائي، سواء كنت بتخس او بتنشف او بتضخم او بتعمل اي حاجه. تمام كده. تفضل برضو تقلب شويه كده زي ما انت شايف قوامها بدا ايه يمسك سيكه في بعض اهو. تمام. طبعا ريحتها حلوه جدا. بعد كده هنجيب الشوفان، هنبدا ننزله ايه مش كل الكميه، انا عامل 150 دول 150 كاملين، بس انا ايه برضو سايبهم 100 بحيث هنزل 100 الاول وبعد كده نشوف شكل القوام عمل ازاي، وبعد كده نبدا لو هندخل شويه يبقى عادي. كل ما تقلب والشوفان يبدا يشرب، على فكره لو هتسيبها هتلاقي الشوفان بدا يشرب يمتص اللبن ويمتص الزبده ويمتص الحاجات دي، فهتلاقيها مسكت في بعضها كويس. فالتقليب ده مصلحه كويسه يعني، مش مجرد انك تحط الحاجه وتاخد لون فتقول خلاص، لا التقليب ده مهم جدا. اولا عشان يخلط العناصر ببعضها، ثانيا عشان برضو يديك ايه القوام اللي انت محتاجه في الاخر، ما تلاقيش الدنيا سايبه. تمام. طبعا في الاخر هنزل لك بقى عدد السعرات الحراريه، وهنزل لك المكونات للسعرات الحراريه كلها، يعني قد ايه زبده فول سوداني وفيها بروتين وفيها دهون قد ايه، وكذلك الشوفان وكذلك البروتين خام واي حاجه اتضافت. وفي الاخر هقول لك ده هيعمل معاك كام قطعه والقطعه هيبقى وزنها قد ايه.
اهو بدأت تمسك كويس، وكل ما هتتساب كل ما هتمسك كويس اكتر. تمام. وبس يعني حاجه لازم تكون عاملها، يعني عامل حسابها كويس، زبده الفول السوداني اللي انت هتضيفها هتكون اورجانيك، يعني طبيعيه. ده معانا السكر بتاعنا، سكر دايت سويتال، نضيف وكويس وما فيهوش ستريم، وكمان هيضيف لك ايه يعني نكهه كويسه، اللي هو هيخلي الموضوع مسكر شويه او مش مزز قوي. تمام. هو باكت واحد وممكن ما تحطوش على فكره، انا لما عملت قبل كده ما حطيتوش، بس برضو ايه اديتك الوصفه كامله بحيث انك انت تقدر تتحكم فيها. عايز تحط بقى مش عايز تحط دي بتاعتك، ما عندكش مشكله فيها خالص. انا حاسس ان لاعب تمرينة ريست جامده جدا يعني انت هتطلع من الوصفه دي عامل تمرينة ريست حلوه، بس اللي دراع واحد للاسف. اهو كده تمام. بعد كده هنشيل الحاجه دي وهنجيب صينيه. انا طبعا يعني عندي قالب المفروض بحط فيه الحاجه، بس انا خلينا نتفق ان مش كلنا عندنا نفس القالب ده، فانا جبت لك صينيه موجوده في كل البيوت اهي، يعني صينيه عاديه بتاعت شاي عاديه، بس يعني تكون ايه عميقه شويه عشان تديك سمك للقطعه بتاعت البار بروتين اللي انت هتستخدمها. تمام. كده بدات تجمد. بعد كده المفروض ان احنا هننزل دي هنا. لو السطح بتاعها مش املس ممكن تقدر تجيب بتاعت زبده اللي هي بتاعت ورق زبده وتحطه، بس ممكن تمسك فيها، فالافضل انك انت تكون منظف دي كويس وغسلها ومظبطها ومنشفها كويس، وبعد كده تبدا تحط فيها البروتين بتاعك البار بروتين بمساحه الصينيه كلها، وهنحطه في التلاجة بعد كده ساعتين عشان يجمد معانا، وبعد كده نقطعه على حسب الكميه اللي احنا عايزينها وهناخدها ونستخدمها قد ايه. هنشوف مع بعض كل الخطوات، بس انا بقولها لك برده بشكل ايه بسيط شويه. هنبدا نحط اهو عشان تشوف هي نازله ماسكه اهي. تمام اهي. هتفلشها بقى كده ايه في الصينيه كلها. مجرد ما هي خلصت دي هتتحط ساعتين اهي، بقت بالشكل ده، واخده التخانه بتاعه الحجم الوعاء اللي انت حطيته فيه، سواء بقى عايز تحط في حاجه اتخن، عايز تحط في حاجه زي كده، بس انا حبيت اجيب حاجه زي كده عشان هتكون موجوده في كل البيوت لكل الناس، فهيبقى سهل جدا ان احنا ما نعقدهاش شويه، لان احنا معتمدين في البرنامج ان احنا ما نعقدش ونكلكع الدنيا على الناس. هتبقى بالشكل ده، هتدخل معانا في الفريزر لمده ساعتين، وبعد كده هتطلع جامده وماسكه نفسها شكل البروتين العادي بتاعنا. هنقطعها بقى بعد كده يعني مستطيلات زي ما احنا عايزين، ونبدا ناخدها بقى. شوف احنا عندنا سناكس 2 تبدا تدخل قد ايه في يومك زي ما احنا شايفين. هندخلها في الثلاجه وبعد كده هنرجع نشوف الدنيا عامله ازاي في الاخر. يلا بينا. يا مساء الفل، ورجعنا تاني بعد ساعتين في الفريزر علشان نشوف البار بروتين بقى شكله عامل ازاي. زي ما احنا شفناه في الصينيه، بعد كده قطعناه مستطيل عشان ياخد نفس شكل البار بروتين اللي انت بتشتريه. المكونات سهله جدا، هتبدا تعملها في البيت، هتوفر لك في نظامك الغذائي اللي انت محتاجه نسب البروتين، العناصر الغذائيه. لو انت حد عندك طفل عايز واخده معاك رحله او مشوار ومش عايز يلخبط في الدنيا، هيناسب جدا كل الاعمار وكل الناس اللي ماشيه على كل الانظمه الغذائيه، سواء بتخس او بتزيد او بتعمل فورمه او بتعمل بالكينج، هيبقى فارق كويس جدا معاك. نسب بروتين عاليه، عناصر غذائيه مظبوطه، نسب كوليسترول ودهون قليله جدا. تابعوني الايام الجايه وقولوا لي محتاجين تشوفوا وصفات ايه في الفتره الجايه في الكومنتس، واعملوا اشتراك للقناه علشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا.